يا لهوي الحقي يا ام منى، بنتك منى واقفه مع ابني بتسلم. ايه ده؟ انتوا بتعلوا على بعض في ايه؟ مش كفايه ريحه؟ اسكت يا بنت، انا بقى جايبه شويه ملوحه طب استريحت ايه يخرب بيتك يا ماما؟ انا مش هقولك يا طنط ان هي متخانقه مع صاحبها. لو اغلقت ابواب الملوك، لو اوصدت ابواب الاغنياء، يبقى الباب الوحيد الذي لا يوصد هو باب الله. أيا حبيب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، لا يقلق في الحياة من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟ الله لا ينسى دمعتك في الليل، لا ينساها. الله لا ينسى شقاك في الحياة وأنت تبحث عن قتل عيالك، الله لا ينسى. حول الله يا رب، تعبت، استني بقى اتصل بيها واطمن عليه. من قرأ سورة ياسين بهذه الكيفية لرزق أو لسداد دين أو لكشف كرب أو لشفاء مريض أو لقضاء أمر من الأمور، لا سيما لعن من النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء ولعن الله المخنثين من الرجال، يعني المتشبهين بالنساء. اللعن هو الطرد من رحمة الله. يعني تصور واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ودعاء النبي مستجاب، لما يقول لعن الله، منو قد هالكلمة هذه يوقف يقول إنه من هؤلاء؟ نعم، قد يكون هناك شيء اسمه الخنثى، إما خنثى ذكر وإما خنثى أنثى. الخنثى اللي هو بين الذكر والأنثى. الخنثى الذكر رجل فيه بعض الصفات الأنثوية خلقة. الخنثى الأنثى امرأة فيها صفات ذكورية، إما صوتها أجش وإما بعض تصرفاتها أو كذا، أو فيها من القوة كقوة الرجال، أو الرجل شوي مايع شوي كذا، بس خلقة. هذا يتقي الله وهذه تتقي الله ويحاول أن يعالج هذه الأمور. هذه خلقة لا شيء عليه فيها. لكن الذي يتعمد يبي يصير أنثى، مرأة تتعمد تبي تصير ذكر، أو رجل يلبس ملابس النساء أو امرأة تلبس ملابس الرجال، فهنا التشبه، هنا الذي جاء عليه اللعن.